ماذا عن الأهوار؟ إلى أي درجة ستحسن هذه الأمطار من حالها؟ العنوان: أمطار وسيول الزراعة والأهوار والسدود تدخل موسما جديدا. أرحب بضيوفي الكرام السيد علي راضي ثامر، مدير عام والمتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، الدكتور نجم الغزي عضو لجنة الأمر الديواني 73 لتحسين المياه، ومن ميسان أرحب بالسيد أحمد الصالح، خبير في مجال البيئة والمياه. أستاذ أحمد، حضرتك مختص بالبيئة وأيضا ناشط في مجال حماية البيئة، وأكيد اطلعت على ما تم يعني التصريحات أو ما تفضل به ضيوفي، عندك تعليقات على الموضوع. بس أنا أريد أرجع للمحور الأساسي اللي ننطلق منه اليوم، اللي هو إلى أي درجة استفادت مدن الجنوب ميسان مثلا من مياه الأمطار، وش قد هاي الاستفادة ممكن تستمر، وما رأيك بإدارة وزارة الموارد المائية للأمطار، لمياه الأمطار؟ تفضل. شكرا جزيلا على الاستضافة وتحية الضيوف الكرام. مؤكدا ميسان استفادت كثيرا من موضوع الأمطار والسيول القادمة من الجانب الشرقي من الحدود الإيرانية. فور الحويزة اليوم داخل أكثر من 53 متر مكعب. بدأ المسطح المائي يظهر يعني للعيان كمسطح مائي، وإن كانت نسبة الإغمار بسيطة جدا. الأراضي الزراعية لا تحتاج إلى ري مثل ما تفضل الضيف الزميل. والمشكلة أنه احنا المطر أصبح في الوسط والجنوب ولم يكن مطرا كبيرا بالمناطق الشمالية، أي أننا لم نخزن كميات كبيرة من المياه في المناطق الشمالية، على اعتبار أن الخزانات العراقية هي تقع في المناطق الشمالية. تعقيب بسيط على الضيف الكريم الذي سبقني، وزارة الموارد المائية يا سيدي صحيح يعني ميزانيتها بسيطة جدا، ولكن يا سيدي اعلم أن وزارة الموارد المائية قررت هدر 3 مليار دولار في سبيل إنشاء سد فاشل، وأيضا قررت صرف 3 مليار دولار لتبطين أو لجعل يعني البدعة، قناة البدعة أنبوبية. بالتالي الموضوع ليس فقط استاذ احمد بالنسبه للميزانيات الخاصه بهذه الوزاره. بالنسبه للسد، وانا ما اريد اخذ دور السيد المتحدث الرسمي، اريد اعرف يا سد، وهمين الاحظ مو تعرف يعني ما تعتقد حضرتك مكحول. بانه ضخمه مخمور، طيب مكحول العفو اسف، ما تعتقد حضرتك بانه هذا اي مكحول تعتقد حضرتك بانه هذه قصه الموارد المائيه بالذات قصه خبراء، وتتباين الآراء في مدى أهمية إنشاء سد من عدم إنشاء سد، ولا زالت النقاشات إلى الآن مستمرة على جدوى إنشاء سد في يفصل شط العرب عن الخليج العربي؟ تفضل. أنا أتمنى مثل ما جنابك زرت ميسان وزرت هور الحويزة سابقا، تزور ميسان وأخذك بنفسي إلى منطقة الشيب بقرب الدويريج، وأريك السد في منطقة الدوريد، منطقة نفاذيتها عالية، منطقة ماصة للمياه، وأنفق على إنشاء سد بذلك المكان. يعني مكان خاطئ جدا، جيولوجيا خاطئ جدا. ما أعرف خبراء كيف تم قبول مثل هكذا مشكلة كبيرة. سد مكحول كذلك عليه مشكلة الحقن الجبسي ونفس مشاكل سد الموصل، بالتالي تنفق 3 مليار دولار على خزن فقط 3 مليار أو مليارين و650 مليون متر مكعب. هذا يعني خارج نطاق المنطق جدا يعني. بالتالي نحن محتاجين هذه الأموال لإصلاح الكثير من البنى التحتية المحتاجتها الوزارة نفسها، ولكن في مكانات أخرى. مشكلة البصرة التي لم تحل إلى الآن وهي استنزاف كبير، وطبعا مشكلة البصرة إن حلت تحل أكثر من 40% من مشاكل العراق المائية، على اعتبار الاستنزاف كبير جدا. لو تم قطع هذا النزيف من المياه العذبة باتجاه صد اللسان الملحي، ستكون ميسان والذقار والسماوة في مأمن كبير. طيب خليني أقاطعك أستاذ، يعني كما تعرف جنابك أنه هذا أحمد عذرا خليني أقاطع، أريد أستثمر الوقت وياك، وأريد مثل ما تفضل دكتور نجم تنطيني صورة عن يعني نسبة الهجرة بميسان، ويا ريت تعرج لي على نفوق الثروة الحيوانية، وأيضا الاختلاف بالنسبة للبيئة، البيئة الحيائية يعني. يعني كثير من العوائل دون إحصاء، على اعتبار حتى وزارة
الزراعة ليس لديها إحصاء من النفوق الأعداد الكبيرة من الجاموس، ووزارات أخرى ليس لديها إحصاء دقيق حول العوائل التي هجرت، ولكن كون عملنا ميداني بهذا المجال نعلم أن الكثير جدا من العوائل تم ارتحالهم وبيع مواشيهم أو موت مواشيهم، بالتالي تناقصت أعداد قطعان الجاموس، والعراق يعد واحد من أهم البلدان لتربية الجاموس الفراتي، هذا الصنف النادر والجيد جدا. بالتالي يا سيدي الوزارة يعني الحكومة والوزارة، وزارتي الموارد المائية والزراعة، نعلم أن وزارة الموارد المائية هي تدير المياه ولا تنتج المياه، نعلم ذلك جيدا. الحكومة المركزية ووزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية ينظرون إلى الزراعة، إلى الحصة الكبرى من المياه هي للزراعة وليست إلى يعني للجوانب الأخرى البيئية، كهذا الموئل الكبير المكون الذي يسمى الأهوار بما فيه من ثروة حيوانية وسمكية. بالتالي لو قارنت بمقارنة بسيطة بالأرقام بين المحصول الحنطة والشعير ما يمكن شراءه لموسم واحد من خارج الحدود، وبالمناسبة الحنطة والشعير بالخارج رخيصة كثيرا ما عدا هذا العام اللي فيه الحرب بين أوكرانيا وروسيا، لو استوردنا لموسم واحد واحتفظنا بالمياه لاحتفظنا بكامل أهوار العراق وكامل بيئته الجنوبية لم تتضرر. معقولة؟ يعني هذا رقم اترك او هذا يعني طبعا. موضوع اترك التعليق عليه للسيد الناطق الرسمي، بس اريد اخذ يعني تعليق بسيط من حضرتك على التاثير هذه الموجة الجفاف خلينا نسميها على التنوع الاحيائي في بيئة الاهواء. هل فقدنا انواع من انواع الحيوانات؟ اذا عندك اطلاع على الموضوع سواء كانت طيور او غير طيور. طبعا من المؤسف والمخجل والمحزن جدا أن الطيور المهاجرة، هذه الضيوف السنوية التي تأتي على العراق، والعراق يعد واحد من أهم 3 طرق جوية للهجرة الدولية للطيور، من المؤسف أن هذه الطيور لم تجد البيئة الخاصة لها، وتوجد بحيرات بسيطة على صحراء الكويت أنتجتها الكويت نتيجة المياه الصرف الصحي وغيرها، بدت بها بعض النباتات. تخيل انه الطيور تهاجر لتلك القنوات، بالتالي فقدنا كلب الماء ماكسويل الذي ساهمنا باعاده اكثاره بالعراق بصعوبه بالغه. انا واحد من الناس اشتريت 7 كلاب ماكسويل باسعار كبيره واطلق الصراحه في هور الحويزه. نعم. فقدنا الموئل بشكل كامل، فقدنا انواع كثيره من الانواع واصناف من الاسماك، بالتالي هذا البحر الكبير وهذه الغابات الكبيرة من القصب. نعم. فقدناها بشكل كامل، وعودتها لا تكون سهلة، بالتالي هذا يضر الملف الخاص باليونسكو. إدراجها على لائحة التراث العالمي. تعليق من عندك أستاذ أحمد على موضوع تلويث المياه، باعتبار ميسان أيضا من المدن الجنوبية اللي هي تتراكم عليها، هي بعد هالبصرة طبعا تتراكم عليها الملوثات، وعندنا شط العرب ومشكلة شط العرب ولسان الملح. تفضل. في محافظة ميسان نفس المشكلة وبشكل كبير جدا. مياه الآسنة اللي تصدر من جانب يعني نصف من مدينة محافظة ميسان الشمالي يرقى بنهر البتيرة، ويعني أنا واحد من الناس اللي سوينا حملة تطوعية بها شباب كثير، وجمعنا شيوخ العشائر بالمنطقة وسوينا مظاهرات في ذلك المكان. استجابت الحكومة، يعني وعدت الحكومة بأنه ستنقل مياه المجاري إلى منخفض الديمة، بالتالي هو منخفض يعني هور، بالتالي سيتضرر أيضا كما تفضل الضيف بمياه آسنة. أذكر أنه منطقة البتيرة تضررت بشكل كبير، ومنطقة الهدام، والناس عندها تقارير طبية كثيرة، سرطانات جلدية وسرطانات أخرى أصابت الكثير من المواطنين، علاوة على أنه حتى طعم الأسماك في ذلك المكان تغير، لأن نسبة البورون كما تفضل الضيف ستكون عالية جدا. طيب، أريد أنتقل إلى موضوع أيضا آخر اللي هو مدى انعكاس الشح المائي، ولو احنا نتكلم الآن عن الشح في ظرف وفرتها مياه الأمطار، بس نسوي احنا نعرف بأنه الوفرة هاي يعني سريعة الزوال على السلم المجتمع لدى العشائر، لأن اكو تقارير تتحدث عن أنه ناس في بعض الأحيان يروحون على السد، وأذكر هنا مثال أنه مثلا ثغرة أحدثت في سد البدعة بالشطرة، ناس راحت بسياراتهم وأحدثوا ثغرة. هذا ممكن وفق رصدكم أنه يأثر على مشاكل بين العشائر أو بين المحافظات؟
طبعا ممكن جدا، وحدث وفي محافظة ميسان حدثت مشاكل عشرية من هذا النوع. الحصص المائية والمراشنة إن لم تكن عادلة وستكون مشكلة كبيرة. يعني إن لم تعدل وزارة الموارد المائية، طبعا هنا نتحدث عن وزارة الموارد المائية على اعتبار أنه يوجد كتاب من رئاسة الوزراء يمنع المحافظين منعا باتا بالتدخل بالحصص المائية وحصص الكهرباء. فهنا المحافظات ليس لها دخل بذلك، ولكن الاعتداءات تكون من الأهالي أو الحصص تكون من الوزارة مقننة. طيب، هي المشكله حضرتك قلت وزاره الموارد المائيه، بس انا افترض بالاضافه الى مسؤوليه وزاره الموارد المائيه هي العشائر اصلا ما مقتنعه. يعني هي اذا المي اللي يوصلها قليل، الوزاره ما عندها مي والعشائر ما مقتنعه، شلون يندار الموضوع؟ وهنا يجي سؤال مدى انضباط عشائر الجنوب وتحديدا الميسان الى القانون والدوله والنظام. بالتالي احنا لازم ما نخضع للقانون. العشائر لازم تكون هناك بين وزاره الموارد المائيه ووزاره الداخليه، بل حتى ان تتطلب الامر وزاره الدفاع. يجب الحد وايقاف اي نزيف على الانهر وعلى فروع الانهر. بالتالي المياه مقدسه والمياه غاليه جدا، ويعني ازيدك من الشعر بيت لتر المي اصبح اغلى من لتر البنزين داخل العراق. لتر المي يوصل 1000 دينار اذا انت تشتري 4 علب مي، ولتر البنزين 450. بهذه المقاربه ممكن ان نعرف بشكل بسيط جدا ان المياه داخل العراق هي اغلى من ابقى بنفس الموضوع استاذ احمد، اريد من عندك، لان هذا الراي اختلفت عليه الاراء بصراحه، موضوع سده شط العرب، شنو رايك بالموضوع وهل هو ناجح لو لا؟ يعني ضروره قصوى، هذا انا اؤيد الاخ الضيف، ضروره قصوى ان يكون هذا، وهي ضروره قصوى ايقاف النزيف وكفى. مثاليه، المثاليه احنا هسه في واقع علينا ان نوصل عمليين، علينا ان نعرف انه البيئه بها انسان هو القيمه العليا. يعني ضروري جدا انه يوضع هذا وفي شط العرب وفي راس البيشه في اقصى منطقه، واخذ راي الجانب الايراني على اعتبار المنطقه متشاركه. بالتالي ستكون وفره مائيه للمحافظات الجنوبيه اللي هي محافظات مصب وليست محافظات منبع. بالتالي هي الحلقه الاضعف والمتضرر الاكبر. يعني اؤيد وبشده انشاء هذه السد، مع انه اكو اعتراضات شديده تقول لك السد مو نافع، مو مفيد. يعني مش عجب تعتقده نافع؟ يعني يقول لك هو احنا اصلا ما عندنا مي يدفع السد الملحي. يعني سيدي، الذين يتبنون هذه الافكار هم ممن يستفيدون من موضوع التجاره البحريه او التجاره يعني بالبواخر التي كون الميناء سيتضرر وسيتحول الى مناطق اخرى. اما بيئيا، اما بالناحيه البيئيه الموضوع ناجح جدا، والموضوع يعود على العراق بفوائد كبيره جدا. طيب، ضيفي من ميسان سيد احمد الصالح الخبير في مجال البيئه والمياه، شكرا جزيلا لانضمامك الي. شكرا.